الله جادة جاد ذهب. ويلكم تو بانياس. يعني أنا بانياس ومعزوم على البحر. شو بدنا ناكل يعني؟ طابيط. هلا بدنا نحط لنا شوية زيت بناء على نصائح من الصيادي هون، الصيادين الفطاحل. بلا مي، شفتوا من دهنه قليله، هذا من ميته بده ينز مي هو هلا. هاي الحج الصياد أجدع غطيس، تقريبا 40-50 متر تحت الماء، نفس طبيعي. الاخطابيط على النار، الاخطبوطات على النار هادئة، نار سلو كوكينج يعني على الخفيف. فركناهم بمي مالحة أو مي وملح، فركناهم مشان هالعضل تبعه. هدول صار لهم بالفريزر شوي مشان يضعضع، أو فيكم تدقوه دق انتم، في طريقة ثانية هي الدق مشان هالعصب تبعه يفكفك والعضل ويصير طري. بدنا نحط لهم شوي صغيرة مي عشان هلا شو تساعدنا ينزل المي تبعه والبخار يسويهم. خالصين نتركهم. بحر وجبل وشمس وفي ومي، احلى مناظر. هلا لبين ما استوى الاخطبوط ناخذ هالصبرات، نعملنا طله عند الحج. الله 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 الله. اوه شوفوا لي هاللون ما احلاه. قرب قرب قرب، شوف هذا الذهب ذهب، شوف سبحان الذي خلقه. من دهنه قليله. هي تجربة جديدة أنا ما بعملها قبل بلا مي، هذه على ذوق الحج وأبو يوسف. يا ويل حالي شاب الشاعر يا بنية. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أجمل من هيك شوفي بقى أحاسيس ومشاعر على صبر على شط البحر، صبر على شط البحر. بسم الله. سبحان الذي خلق الطبيعة. ويلكم تو بانياس حبيبي. شايفين كيف سخان؟ بس أنا بدي أفرجيكم شغلة. استوي خالص، طري طري طري. فيكم تتركوه هيك تعملوا فيه موديلات أكلات عجيبة وغريبة، وفيكم بس تدروه هالضربة. ها خالصين. هذا ما بقى بدنا إياه. هذا الجلد يفضل يعني تشيلوه، بس هو يؤكل نظامي، وأنا عملت لكم قبل هالمرة أكلي فيه عملناه آسيوية وكذا وإلى آخره. شايفين ما أحلاه؟ سهل طري نظيف خفيف ظريف. ضربة وحدة خالصين من فوق لتحت. هاي بتطلع هيك نظيفة خفيفة نظيفة. هاي بتخلوها ما تشيلوها بتقرمش، هي بتطلع قرمشة مثل البسكوت. إذا غسلتوه بمي باردة يعني مشان تكونوا بالصورة بيصير كاوتشوك. هذا ما بينغسل بمي باردة بعد ما ينسلق، بس غسلتوه بمي باردة بيصير بجلد، بيصير قاسي. داكسي داكسي. كنتوا نحن قطع صغيرة هيك. هون بس بصل وتوم كتير وزيت زيتون. تمام. بنخليها يدبلوا مع شوية ملح. نسينا ما نصور لكم، معلش حقكم علينا. المهم هذا بصل توم شوية ملح وزيت زيتون بس يدبلوا. هلا بنجيب الاخطبوط اللي قطعناه وبنحطه فوق. تمام. هلا بدنا نحط الفليفله هلا، بس هلا الفليفله حدي، ما تحطوا حد كثير. ها ديروا بالكم، اللي بده ياكل حاد حط فليفله عاديه حلوه بارده بيقولوا لها. حط لنا الجزر لو سمحت، كله بالكيس النايلون. نحن قاعدين قعده بريه وعلى البحر، لا تدققوا علينا يا جماعه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
شوية جزر، جزر مع رنة موبايل. هلا شو اسمه درة، هذه على ذوقهم ها. هذول الشباب الطيبة بيحبوا الخضرة كثير شكلها. سلام. فطر علب، إذا في فريش بيكون أحسن وطازة، بس علب يلا عادية ما بيناتنا. أهم شيء خير الله ملح، يعني شوي هو الأخطبوط مالح اوريدي يعني. لا اسمعوا الحاج ابو عبد الله عم يعطي مع تعليمات لعليسي. شوية زيت زيتون وزيت نباتي لازم تكون حامية. شوية ملح. هاي البصل والثوم اخذناه سرقناه من الطبخة الأولى. ممتاز. هذا معجون الكاري الاسيوي التايلندي. تمام. هذا شو في بقلبه؟ زنجبيل، قريبس، فليفلي، ثوم وكاري. هلا بناخذنا شوية خفاضيط، شي معلقتين حاجي. نفس العملية، ما في معلقة ها تقليد. هات نشوف الجزرات. خلص خلصين ما بقى بدنا شيء ولا شيء. الله شايفين كلها على بعض قد ايه؟ 5 دقايق. هي أول صحن، أول طبق أخطبوط بطريقة ستايل آسيوي خلصناه. لنجهز للطبق الثاني. شايفين هالالوان ما احلاها. هي اول طبق بجنن طالع. هلا بدنا نجيب خبز، نطري خبز بس ندوق اول لقمه. ارجينا نشوف بسم الله. الله جادا جو الذهب. اخطبوط الصبح كان عم يتسبح تحت، هلا صار هون فجأة البحر. ثانية مقلي زيت زيتون، مقلي حامية على السريع ما تخلوه يحترق. كمان معلقتين صغار. لازم نعمل هذا التش تش تش. يلا هي كرمال الاستاذ ابو عبد الله وهي كرمال ابنه. هذه ليش صاير فيها هاي؟ لانه عاملينها بسيخ الومنيوم ومعجون. المقالي من هاي بس مي مثل هذيك السوداء تتركوها بقصصها. هاي بيستو قال جينوا، هاي تبع القصص اللي حكينا لكم عنها كذا مره. ها زيت زيتون منه ومعلقتين. في حبق وجبنه صنوبر و شو ثوم وزيت زيتون. صاروا 30 خلص خالصين. ها هي تاني اكله جاهزه. كنت عملت انا 400 اكله. الله هالريحه، مين شامم الريحه معي؟ كان ريحه حلوه. شو هالروايح؟ لا لي هون. الله على الجامعه اللي مع البكالوريا. شو هالروايح؟ هلا هاي بدها برشة جبنة بارميجانو ريجيانو فوقها بس ما عنا لأنه لسه ما وصلت لعنا. هاي حطوا هون يا معلم. هاي حرام تنشح. هاي الطبق الثاني. هلا الطبق الثالث الحاج. هي رجعنا كبرنا المقلي لأنه كتروا الأعداد اللي محبين. ندلق هالخطابيط كله. ضو 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 يا جماعة. ضو ضو ضو. يا سلام يا حاج يا سلام. السلام. تعال كمل تعال. يلا خلص خلصين ما بقى بده. الاخطبوط مستوي، الخضره استوت، شوية فليفلة حدي، شوي ها لأنه هي بالأصل الفليفلة حدي موجودة عندنا. يا سلام عليك يا حاج عبد القادر يا سلام. يا ضعونه هالاخطبوط كان عم يسبح الصبح. الله يرحمه ويعفي عنه. الله يرحمه ويعفي عنه. اجينا شوية كاري. سلام. كاري حلو طيب مع البحريات كويس، بيعطي لون حلو وطعم حلو. خلصين خلصين. هلا اللي بده يحط على صحنه. يلا بنشيلها. يلا هات نشيل. هي خالص الطبق الاخير الاساسي والرئيسي. 1
2 3 وباسم يا حياتي. هي عندنا شو اسمها هذه؟ تبعت الحاج عبد القادر والشباب الطيبه. الخضره بالاخطبوط ودرة وفطر وفليفلي حدي وكذا. هي ستايل اسيوي مع معجون الكاري، وهي ايطاليانو مع جرانا بادانو، شيء ايطالي شوي. بس لندوقهم للشباب. جيب الخبزات. على الخبز. انا حبيت هالنظام اللي بيعملوه الشباب، الصحن خبزي، شوفوا ما احلاه. على البساطة البساطة يا عيني، على البساطة. شوفوا ما اجملها، عن جد حلو. استاذ ابو عبد الله شو؟ يلا بدنا ندوق. وينه الزواق تبعنا؟ زواق. وين صحني انا؟ هون خلصت السهرة والحفلة مع الشباب الطيبة، والصبر مع ثلج بارد هذا. في ثالث سخن كمان. لك ومن لكم شكرا لكل من ساهم بهالسهرة الجميلة، شكرا لكل من صيد الاخطبوط وباعه وجاب الثلج وسلق وعمل، وشكرا للسهرة الحلوة والله والشباب الطيبة. السلام عليكم، لا تنسوا تتابعونا، لايك وشير وتعليق وتاج لاصحابكم اللي بتعرفوه وما بتعرفوه. كيفك حاج؟ شوفوا لنا هالقمر الحلو. اهلا بكم في بنياس، ويلكم تو بنياس، احلى قعده في الكره الارضيه كلها. السلام عليكم.